في معانا يا باشمهندس ناس كتيرة بتسألنا برضه عن النقل ومشاكله بالأتوبيسات اللي بيبقى فيها أعطال، في أتوبيسات بتبقى مبهدلة، التكييف مش شغال، بالنسبة للكلام ده كله. خدها مني نصيحه، انا شغال الرحلات الداخليه من وقت ما بدات من 2012. الانتقالات بالاتوبيسات دي مشكله مع الشركات ملهاش اي حل ولا اي شركه بتعرف تحلها. النهارده ممكن اتوبيس يتاخر عليك ساعه، يتاخر عليك حاجه. احنا في موسم في الصيف، انت اللي اخترت وقت تطلع تتفسح فيه. في موسم الفنادق كلها مفوله، فوقت الان والاوت بتتاخر لان الفندق مفول، فبيستنى الجست اللي جوه يخرج عشان ينظف لك غرفتك. نفس الكلام في النقل، الاتوبيسات كلها بيبقى عليها تشغيل، الاتوبيس بيبقى راجع من تشغيله وبيدخل يتنظف ويطلع معاك التشغيله اللي انت طالع فيها. فانت مختار الصيف بيبقى وقت صعب جدا. انا كصاحب شركه لما تيجي تسالني اطلع امتى، بقول لك اطلع في شهر 5، اطلع في شهر 6، اطلع في الشتاء. كل ما تبعد عن ال 90 ليله الزحمه اللي هم من اول شهر 7 لحد نص شهر 9 او اخر 9، بتاخد خدمه افضل في الفنادق، بتاخد خدمه حلوه في التسكين، بتاخد خدمه في الاتوبيسات. فانت ما عليك الا انك تستحمل الشركه. النهارده الشركه لو دخلت لك الاتوبيس متاخر بس الاتوبيس وصل لك، انما عطل الاتوبيس ده خارج عن اراده اي حد. انت مع الشركه بطالبها بتعويض لو الاتوبيس بتاعك موديل قديم، انما الشركه لو اجتهدت جابت لك اتوبيس كويس، جابت لك اتوبيس موديل حديث، يكون مرسيدس حاجه محترمه وكويسه او ايا كان الموديل بتاعه بس موديل حديث، فانت عليك انك انت تستحمل. لان دي بتبقى وارد ان هي اعطال. انا مش هقول لك في شركه ما فيش شركه اتوبيساتها ما بتعطلش. اي شركه احنا بنأجر الاتوبيسات، وارد انك انت ماشي الاتوبيسات دي بتبقى ماشيه على هوا، زلطه صغيره توقف لك الاتوبيس في التشغيل. فانت عليك انك انت تتاكد ان الشركه جايه لك كده كده بالاتوبيس، الاتوبيس جاي لك موديل حديث، والتوفيق ونجاح الرحله ده بتاع ربنا. في شركات كبيره اتوبيساتها بتاع بيقدر يعوض العميل لما يوصل الفندق، يقدر يعوضه برحله، يعوضه بحاجه. لكن عطل الاتوبيس دي مشكله مع كل الشركات ما حدش يقدر يحلها.